لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام عليكم. في ناس كتير بتقدم لكم النصح وازاي تعمل عمرة وازاي تقدم مناسك الحج، وبتعمل مقاطع دعوية وبتشرح الكلام ده، لكن احنا عاوزين نقدم لكم شيء مختلف. يلا بينا. فما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلموا. لبيك يا ربنا. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. انت في أطهر بقاع الأرض، اوعى تضيع لحظة واحدة في الرحلة دي. ركز على الأعمال الصالحة اللي قلبك يحسها. هنقدم لكم أفكار جديدة هتساعدكم على الطاعة والعبادة في رحلة العمر. وأول حاجة هنبدأ بيها العبادات الفردية. انوي الاعتكاف طول ما انت في الحرم. حافظ على السنن الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة. صوم يوم وافطر يوم، أو على الأقل صوم الاثنين والخميس. طبعا ما تنساش إخوانك المسلمين من الدعاء. اوعى تسيب قيام الليل 11 ركعة واختمها بالوتر. احضر درس علم كل يوم. طبعا انت في الرحلة دي متفرغ تماما للعبادة، فاحرص على تلاوة القرآن واختمه ولو مرة بتدبر، وما تنساش انك تستمتع بكلام ربنا. بعد ما تصلي الفجر اقعد اذكر ربنا لغاية شروق الشمس، وصلي الضحى وقول أذكار الصباح. طبعا مش هوصيك بذكر الله عز وجل وأكثر من قول لا إله إلا الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في 4 أعمال النبي عليه الصلاة والسلام سأل عليهم الصحابة في يوم، ولكن لقى واحد بس هو اللي عملهم في يوم واحد، ولذلك بشره بالجنة، هو أبو بكر الصديق. هي إيه ال4 أعمال؟ صام يوما، تبع جنازة، أطعم مسكينا، زار مريضا. احرص عليهم وانت في الرحلة الممتعة دي. فما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلموا. لبيك يا ربنا. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، وقد فارقوا الأوطان والأهل روبة، رجالا وركبانا ولله أسلموا. فما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلموا. الأمر الثاني عبادتكم في الحرم. انت عارف انت فين؟ انت في بيت الله الحرام، انت قدام الكعبة، انت في أطهر بقاع الأرض. يعني عيش بقى.
يعني ابكي بقى، يعني ادعو بقى. فكر في المعاني وبص في الحرم وبص للكعبة وحوالين الكعبة وبص للعالم وبص للخلق، وفكر في لبيك اللهم لبيك. جيت لك يا رب، جيت لك بذنوب السنين، جيت لك يا رب، محتاج لك يا رب. عيش وادعي ربنا واسأله القبول. يا سلام على ماء زمزم لما تشرب وتتضلع منه وتفرح وتستمتع بيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ماء زمزم: هو طعام طعم وشفاء سقم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن أزاله من الطريق، فما بالك بإماطة الأذى في بيت الله الحرام. تعرف السعي بين الصفا والمروة ده بيفكرني بيه؟ بيفكرني بالسيدة هاجر وهي لوحدها في أرض مكة، وعمالة تروح وتيجي وتسعى، وكل هدفها إن ربنا عز وجل يحقق لها الهدف ده، إن ربنا عز وجل يجيب لها حد ينقذها من اللي هي فيه. ولأن كان عندها يقين في الله عز وجل ربنا أعطاها. كذلك أنت وأنت بتسعى خلي عندك يقين إن ربنا عز وجل هيعطيك، إن ربنا عز وجل هيعطيك الرزق، هيعطيك العلم، هيعطيك الولد، هيعطيك كل شيء. في السعي ده فكر بقلبك. أكثر من الطواف. العبادة دي هي العبادة الوحيدة اللي مستحيل تعملها في بلدك. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلموا. لبيك يا ربنا. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد. ثالث حاجة أفكار لخدمة الناس وإدخال السرور عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل قوي لما تقابل أحد إخوانك في الحرم، من عرفت ومن لم تعرف، وتقابله بالابتسامة وتلقى عليه السلام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. عندك كمان الناس بتكون صائمة في الحرم، احرص قبل صلاة المغرب إنك تجيب علبة تمر أو علبتين تمر وتبدأ توزع على الناس وهي بتطوف، بيكون لها فرحة كبيرة جدا. وانت ماشي في الحرم انصح الناس وذكرهم بالله. لقيت أي مخالفة، لقيت أي بدعة، قرب منهم وكلمهم بالراحة وعرفهم الصح. في الحر والعرق الشديد ده جميل قوي ان انت تشتري زجاجة عطر وتعطر بيها اخوانك ويشموا ريحة طيبة. ما تنساش إنك تستخدم السواك، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على قد ما تقدر ساعد الناس. أي حد لقيته محتاج مساعدة ساعده، دله على الطريق، شيل معاه حاجة على قد ما تقدر. من الافكار الجميلة ان انت يبقى معاك علبة مناديل الناس ياخدوا منها وينشفوا عرق. من أفضل العبادات في الحرم سقيا الماء، فبيكون الجو حر جدا جدا جدا، فحاول واحرص إن يكون معاك أكواب من ماء زمزم واسق بيها الحجيج. وانت في زحمة الطواف خلي معاك بخاخة مية رش بيها على اخوانك، هترطب الجو واخوانك هيدعوك. اشتري سندوتشات ووجبات وقت الفطار ووزعها على الناس. وجميل جدا ان وانت ماشي في الحرم يبقى معاك بعض الحلويات توزعها على الاطفال المسلمين. جميل قوي بقى في آخر الرحلة الجميلة جدا دي وانت راجع متنساش تجيب هدايا لأهلك وأحبابك وأصحابك على قد ما تقدر. وكل ما ربنا يوفقك لعمل صالح احمد ربنا عليه، وتقبل الله منا ومنكم. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك